ربي عطانا الصيام تاعو، فرض علينا صيامه، مش شوال مش رجب مش شعبان، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فتخيل معي أن ليلة حوت القرآن ربي قدرها صاحبة الشأن ليلة العقل. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. اسموني بوزر أشرف. بمناسبة ليلة القدر قامت جمعية لجنة دينية لمسجد بناء بني حواء حي شهيد العروسي أحمد بتكريمنا لكي نزيد في حفظ القرآن الكريم، ونتمنى أن نحفظ القرآن الكريم. وراني حافظ حتى إلى غاية ربع السين. العروسي الأمين. اليوم قامت جمعية اللجنة الدينية لمسجد عثمان بن عفان بتكريم طلبة حافظين لكتاب الله والذين يسعون لحفظ هذا الكتاب الكريم، ونتمنى بتعميم هذه المظاهرات لكي يشجع الطلاب الذين يسعون لحفظ الكتاب، والحمد لله الذي وفقنا لحفظ ربع السين. أشكر كل القائمين على هذه المبادرة القيمة والتي نتمنى أن تعم كل مساجد بني حواء إن شاء الله. يوجد تفاعل بالفعل، هناك تلاميذ حفظ للقرآن من الحي، وهناك من بني حواء مركز، يعني يأتوا من كل جهة. نحن هنا في بني حواء في العشر الأواخر مسجد عمر بن الخطاب الميناء بني حواء لنكرم حملة كتاب الله عز وجل في إطار الاحتفالات التي برمجتها مديرية شؤون دين الأوقاف على مدار العشر الأواخر، احتفالا بأبنائنا الذين حفظوا كلام الله، تشجيعا لأبنائنا لخريجي المدارس القرآنية والزوايا الذين وهبهم الله عز وجل وأكرمهم بحفظ كلام الله عز وجل. ألف شكر ألف تحية لهم، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بالقرآن كما حفظوا القرآن، وأن يبارك في أهليهم وذويهم، وأن يلبسهم الله تاج الوقار. كما أقدم الشكر الجزيل للقائمين على هذه المهمة النبيلة